نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة، ليس محمد بن سلمان، ليس السعودية، ليس سوريا، ليس الجزائر، الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر أعماله، وإذا فسدت فسد سائر أعماله. فأنت تأتي هنا تقول لي أنا أعاتب السعودية أولا، أنت لابد تعاتب نفسك، فأنا ليس هنا أعلمك. فأنا لا متعال، عاتب نفسك، علم نفسك الصلاة، علم نفسك الصلاة. أنت تخالف. أنتم أخوة، مو هيك؟ ما قال أنت إنما المؤمنون أخوة. إنما المؤمنون أخوة. نعم، معنى الحديث، معنى الحديث. والمؤمنين كالجسد الواحد بما معنى الحديث. نعم صحيح. فإذا أنت ما سألت على فلان وعلى الدولة الفلانية وعلى المسلم بالدولة الفلانية، لكن إذا أنت مريض، لكن أنت مريض، كيف أنت مريض تريد أن تساعد مريض؟ ساعد نفسك. مين ثم المريض؟ أنت لا تعرف أركان الصلاة حبيبي. مين المريض يا قلبي؟ أنت لا تعرف أركان الصلاة. طيب أنا ما بعرف أركان. تعلم هذه أول حبيبي. الدول المسلمة اللي عم يلتعن مقلبة يوميا، عم تقدم إيش مقلبة؟ وعم تموت. ما فهمت أنا أخي. شوف أخي الكريم، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف يوم الله نفسا. القيامة رب العالمين راح يحاسبك ويحاسب السعودية ويحاسبك أنت، ويحاسب الخليج، ويحاسبك أنت على كل شيء. هذا محاسبة، هذا مرفوع القلم. لا يا قلبي، يحاسبك. طيب فأنا أنصحك، شوف نحن إخوة في الإسلام صحيح؟ والله يا أخي هذا الكلام الذي قلت لك أنا لا تأخذ كأنه هجوم عليك، والله ليس هجوم. اسمعني حبيبي، خليني أكمل حبيبي. خليني أكمل. هذه نصيحة. أنا كنت نفس الشيء. أنا عندما التزمت، طيب نسأل الله الإخلاص، كنت ليلا ونهارا. في ذاك الوقت كان الملك فهد رحمه الله: الملك فهد كذا، الملك فهد كذا. خلينا نكمل حبيبي. خليني نكمل حبيبي، خليني نكمل. بارك الله فيك. أنا واش كنت نعاتب، فجاءني رجل أخ سلفي، لأن كنت على الصوفية ثم دخلت التوحيد الحمد لله، لكن تأثرت بمنهج الخوارج، الكلام في الحكام. جاء عندي أخ سلفي قال لي: شمسي أسألك أين الله في ذاك الوقت؟ خلينا نتكلم. فأنا قلت له في كل مكان، خلي أعوذ بالله، تكلم عن الحكام ولا تعرف العقيدة. قال لي: ما في مشكل. ما هي أركان الصلاة؟ لا أعرف. قال لي: أخي اترك عليك هؤلاء القوم الذين همهم. خليك لا دقيقة حبيبي، بارك الله فيك. خليني نكمل. السلام عليكم أخي، بارك الله فيك. جود، الحمد لله، بارك الله فيك. أنا نقطة أبين أن حبيبي أنت لابد تركز في نفسك أولا. هذا ليس يعني لا تركز في إخوانك وتنصحهم، لا، النصيحة من الدين، لكن النصيحة ليس على هوانا، النصيحة مبنية على القرآن والسنة. لأجل ذلك أنا أقول لك أخي، عندما تأتي هنا، أنا شخصيا لا أعرف الصلاة التي سوف يسألني عنها الله. أنا متأكد 100% يسألني الله عن الصلاة، لا يسألني عن محمد بن سلمان. أنا أقول لك أنا زلمة مسلم ومآمن بربي من جوا من هون، بجوز أكثر منك يا زلمة، بس اقول لك كلمتين. ربما انا ما ازكي نفسي، خالد بن الوليد ما ازكي نفسي، ربما احسن من عند الله. بيعرف كل شان الدين يا عمي. ايش قلت؟ خالد بن الوليد ما كانش حافظ من القرآن غير قصار الصور. انا ما ادري هذه. لا الله عليك، كونك تسالني على هيك هذه. لا انت ما جبت هذه. من اين اتيت بهالكلام؟ مصدر اين؟ مصدر يا صاحبي، ابحث عنه بتلاقيه. مش جاي تبعي. والله الحمد لله. لا اسال هو ما كانش حافظ غير قصار الصور. هذا مش ابري يا والله انجلش يا صاحبي. العرب، تعرف العرب يحبون السياسة، والله حبيبي الله يهديك. ما عنديش مشكلة مع العبرية يا قلبي، وانا مؤمن بديانتهم، ولكن لا اؤيدهم بالتحريف. تؤيد ايش؟ لا حبيبي شوف اخي، ايش اسمك؟ اسمك لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا ما في حديث كما كذا. ورسله. لا كمل الحديث. هذا لا هذا انت اخترعت حديث، اخترعت آية. حديث ما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه الحديث ما هي اركان الايمان؟ تذكرها؟ تؤمن بالله، تؤمن بالخير، بالقضاء والقدر، خيره وشره، والايمان بملائكته، والايمان بكتبه، والايمان برسله. تفضل غيره. باقي واحدة. الإيمان. لا الكفر. نعم الإيمان. باقي واحدة نسيتها. لا إله إلا الله. لا هذه أركان الإسلام ليس أركان الإيمان. ملائكته وكتبه ورسله، يعني القضاء والقدر واليوم الآخر. واليوم الآخر. نعم بارك الله فيك أخي. وهذه أنت لو قلت لك تدخل الحديث، هذا الحديث لابد يتعلمه كل مسلم. الحديث جبريل. أنا هاي شغلة، اسمع، أنا مش إسلامي، أنا مسلم. أنت مش إسلامي مسلم، ما فهمت أنا كيف؟ أنا مسلم. أنا مسلم كذلك. أنا ما عنديش تيار أمشي فيه. كيف لابد تمشي؟ لا أنا ما عنديش تيار، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. على منهج من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والصحابة. أكيد مؤمن. هذه هي السلفية. فأنت سلفي ما شاء الله.
لازم تتعلم شويه. الحمد لله ما شاء الله. بحبهم كلياتهم هذول، ما حدش بيكرههم يعني. تكرههم ايش؟ يقول لك ايش دخل الكراهيه والحب والحنان؟ انت اول شغله قلت لي انه كره للخليج، احنا ما بنكرهش Go back to your bloody country. We take it over. يا اخي We take it over. اول شيء احنا وقت اللي نعتب على اهل الخليج نعتب من المحبه، لان تمام نعتب من المحبه، لانه كلياتنا اصلا للخليج ولليمن على فكره، يعني كلياتنا اهل، كلياتنا العرب، انا عارف كلياتهم حبيبي. اصلا نعم. واحد يعني. نعم صحيح. ما تفكرش انك انت مغربي لو جزائري. لا لا انا الاسلام، كيف انا ادافع عن السعودي ولا الجزائري؟ لاني انا لان ولائي. اسمع حبيبي، لا 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 الاسلام قبل كل شيء. انا يجمعني الاسلام، اما العروبه وهذا البزنس انا عربي كافر بريء منه، انجليزي مسلم اخي في الله. الذي يجمعني هو لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا ادافع عن السعوديه اكثر من بلدي؟ لان السعوديه فيها التوحيد قائم ويحذرون من الشرك، لهذا احبها. لو كان في السعوديه الشرك والاضرحه تعبد من دون الله لا احبها كبلد اخر يقوم فيه التوحيد والسنه، فانا ولائي للتوحيد والسنه. بارك الله فيك. فهمت؟ بس المسلمين حقهم يعتبوا على بلاد الحرمين تبعهم يا صاحبي، على قبلتهم. لماذا تعاتبهم في اي شيء؟ كل شيء بصراحه، حتى بالكلمة، في كل شيء عندهم توحيد هناك. حتى بالكلمه يا صاحبي ما ناصروا. والله لو كنت سعودي والله يا ايها السعوديون صبركم الله. والله والله يا صاحبي اللي بيوالي والله بشار يا الاسد هاي اخي الجميع هي هون، كل شيء بيوالي بشار الاسد ما فهو يواليه. منهم. ليس يواليه اخي، السياسه ليس يواليه يا صاحبي ايش رجعوا على المجلس الامم الجزائر العربية. فعلوا هذا كذلك. يا صاحبي ايش تحكي انت؟ واحد قتل الجزائر 1,400,000 مسلم، تمام؟ كم؟ سني. كم 1,400,000 يا صاحبي. خزاه الله. من؟ يا صاحبي بس ما يرجعوا يحكموا يا صاحبي على هذه سياسه حبيبي، سياسه. بارك الله فيك. يعني انت مسلم سياسي. لا انا مش مسلم لله يعني. ما قلت لك انا حبيبي تعمد على السياسه بعض الاحيان. فهمني. طيب انت مسلم سياسي. هل الرسول عليه الصلاه والسلام، انا افهم لك، لا انا افهم لك، هل الرسول عليه الصلاه والسلام لم يفعل صلح الحديبيه مع اناس قتلوا الصحابه؟ طيب هل معنى يواليهم؟ ليس يواليهم، هذا الصلح معناتها الصلح الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مع كفار قريش. يا قلبي هذول مش كفار، كفار ما بيمشيش تعاملهم مثل الكفار هذول. من المسلمين؟ من؟ الخليج وغيره وغيره. لا انت حبيبي شوف اسمع انت عندك عاتبت بعض الدول الخليج او الدول الاسلاميه لانهم رجعوا العلاقه مع البشار الكافر بالله. اوكي، انا اقول لك في السياسه هذه الاشياء يدخل فيها عند العلماء والأمراء كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل صلح حديبية مع أناس قتلوا خيار الناس بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة. فلأجل ذلك أخي الكريم هذه نصيحة لي ولك ولكل المسلمين، هذه أمور لا يحاسبك الله عنها، لأن هذه الأمور ترجع إلى الحكماء، إلى الحكام والعلماء. أنت بعض الأحيان الحاكم المسلم يفعل شيء ليبعد المضر الأكبر أو لمصلحة أكبر. بارك الله فيك يا صاحبي، مع احترامي لك بس ما فيش عندنا ولا حاكم مسلم للأسف. كفرتم كلهم؟ يا الله أكبر. لا يجوز تكفير المسلم، لا يجوز. مش مكفرهم بس هم لا هو قال كفار، قال ليش كفرهم؟ اسمع هم مش مبينين مثل المسلمين اساسا. السعوديه فيها التوحيد والسنه واضحه. دون لوك ذاك مسلم. السعوديه توحيد، في الجزائر مساجد، في المغرب المساجد ما شاء الله الناس يصلون. الحجاب انت بتحكي على العالم مش على الحكام، انت بتحكي الدول العربيه كلها، لكن الحكام سامحين وفيها مسلمين وناس اطيب مني واحسن مني ومن اهلي، ولكن حبيبي انا ما فهمتك. مش عم يحكموا كحكام مسلمين. هو اساسا بيطلع لا ما بيقولكش انا حاكم مسلم اساسا، يقول لك حاكم مسلم. والله انهم كلياتهم علمانيين يا زلمه. لا والله انا علمانيين يا رجل. السعوديه يقول لك علمانيين وللبيت كمان. شوف كلهم علمانيين يا زلمه للبيت. والله لو فيهم واحد علمانيين، والله لو فيهم واحد اسلامي فلا بيضل حاكم. عارف العلمانيه؟ والله ما بيضل حاكم. عارف العلمانيه؟ بده يقول لي انه ما بيامنوا بالله، لا بيامنوا بالدستور يامنوا بالله والقانون الدولي. هذا بدك تقول لي لا ما هي العلمانيه؟ ليس العلمانيه، يقول العلمانيه دخل السياسه بالدين يا صاحبي. لا هذه ليس علمانيه، وتدير الدين على كيفك يا صاحبي. السياسه من الدين. ما قال لك العلمانيه تبعد السياسه من الدين، لا تدخل السياسه بالدين. اخي الله يهديك، والله الله يهديك. مسلم وسلفي بتقول لي دقيقه حبيبي، انت مش مسلم وسلفي. شوف لاجل ذلك اي انسان يتكلم في حكام المسلمين جاهل ما عنده علم. هذا ما تقول انه مسلم وسلفي. طيب امتك انت خالد الراشد وغيره وينهم؟ خالد الراشد في السجن. ليش؟ لأن أقول لك ليش؟ لأنه كان ينشر شتويت. كان يرسل الشباب السعودي إلى أماكن مشبوهة في أفغانستان، في أماكن كانت فيها الفتنة. سلمان العودة ليبرالي سلمان العودة.
كلمة حق عند سلطان الجزائر. ايوه روح عنده شكرا لك. كلمة الحق عن انت جزائري جزائري انت مغربي روح عند الملك تقولها له. روح عند ليش قاعد هنا؟ قلب اخوك هاي قدام الكاميرات بدي اسالك والله دول الخليج قديش قولها كي تقولها له وتموت تكون شهيد ان شاء الله. لا ما كان محيط خالص اذهب اليه. شوف حبيبي الرسول حبيبي اسمع حبيبي اسمع 40% حبيبي والله انا 60% وخلينها ورا دورها. حبيبي شوف انا ما ادخل شخصيه. هل الاسبال يخالف حكم الله؟ الاسبال يخالف حكم الله. نعم انت مسبل وهو مسبل. طبق شرع الله على انفسكم. شرع الله هذا شرع الله كذلك. هو هذا ليس شرع الله. ما ناخذش امام ناخذ للسجن نقول لا اخي الله يقول شوف حبيبي لذلك انا ابين لكم شيء. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تحاسب عليه. نعم بصح هو ياخذ لا اخي لا اخي حكم شرع الله اخي حكم شرع الله ارفعه لا يجوز. هذه الرسول يقول ما تحت الكعبين في النار. والله يا اخوه لاجل ذلك نحن مبتلين بهذا الحكام. اخي لم ياخذ الشيخ فوزان، لم ياخذ الشيخ خالد الشيخ، لم ياخذ الشيخ السديس، ولم ياخذ اخي تعال سلمان العوده كان متعاون مع صهيوني ليفعل الثورات. ابين لك اخي شوف انا ما في مشكله انا سلك سلمان العوده سوف ترى سلمان العوده حبيبي انا نصيحه. انت واحد الحبس انا ديت واحد الحبس انا هذه نفسي تحاسب عليها. شوف ولكن الحاكم ياخذ لكن تخالف شرع الله انت. بصح نتحاسب عليها انا اخي فهذا يجوز تخالف شرع الله انت. مع نفسي يجوز مع نفسي لا يجوز. نحب نشرب في اي مكان اخي انا اي والله يا حبيبي والله يا اخوه والله لابد تعرف ايش نحن نحتاج تعرف ايش فتح ثاني. ليس الحكام اولا للشعب لابد نفتح الشعب والله لان ايش نحن نعاتب الحكام. هؤلاء الحكام من عندنا نحن نسمع الموسيقى نتفرج الافلام لا نصلي في الاوقات ثم نربي اولادنا على نفس الشيء ثم هذا الولد يصبح حاكم. توافقني حبيبي لو ربينا انفسنا اربي نفسي واربي بناتي وزوجتي على التوحيد والسنه وتفعل نفس الشيء والله ينصرنا الله. لكن اذا اصبحنا حبيبي اسمعني اذا اصبحنا انا لا اصلي في الوقت بنتي لا تصلي بنتي عريانه متبرجه لكن ليل ونهار الحكام لا ينصر الله قوم هذا حالهم. والغزالي يقول كيف تكون يولى عليكم. هذا ليس الغزالي يقول ابن القيم قال من السلف. بارك الله فيك حبيبي والله حبيبي ايش انا اريد من اخوه هذا الكلام الذي انا ابين لكم شيء. نحن نتكلم ليلا ونهارا عن الحكام ما ينفعنا شيء. لماذا؟ اقول لكم لماذا. من هو الطاغية الأكبر في التاريخ؟ فرعون قال أنا ربكم الأعلى. عندما أتى موسى عليه الصلاة والسلام خلينا نتكلم حبيبي حبيبي بارك الله فيك حبيبي عيب أخي. النبي موسى أتى إلى فرعون فدعا فرعون إلى الإسلام. فرعون لم يقبل. ماذا فعل موسى؟ هل كل يوم جالس مع بني إسرائيل؟ فرعون ذهب إلى روما. فرعون تزوج امرأة. فرعون عنده حذاء أصفر. أم علم بني إسرائيل التوحيد والسنة حتى قالوا بنو إسرائيل قالوا لموسى نحن تعذبنا قبل أن تأتي ونتعذب الآن. قال اصبروا فالعاقبة للمتقين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان تحت الطواغيت في مكة المكرمة في أقدس مكان تعبد إيش؟ الأصنام. والنبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صابر. ماذا علم الناس؟ علمهم التوحيد والسنة. لأجل ذلك قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى التصفية والتربية هذه طريقة الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام أتى إلى نمرود ناداه إلى الإسلام ما سمع الإسلام لم يسمح ليلا ونهار الحكام لأن همهم عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى الله. لكن أكثر الناس الآن همهم الكرسي ويختبئون من ستار الدين. وهذا الذي أقوله أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله يرحم الأنبياء والشهداء والله يرحم صدام حسين. آمين ويرحم جميع المسلمين. آمين آمين. الله يجمعني معاه وتعلم أركان الصلاة. آمين إن شاء الله. علمني يا والله عن جد الكاميرات ايش هي أركان؟ تعال صافحني دقيقة باش ما صور شوي يعني بالله يا بعد روح انت بالله
الله فيك بارك الله فيك. من اخ كويتي حيا اهل الكويت والله اخي بارك الله فيكم بارك الله فيك. السلام. اوكي بارك الله فيك. بدر where you from اخي؟ From Uzbekistan. لا مسلم بدر ما شاء الله. ما حد يسلم عليك. ابو عبد الله نائم نايم. هذا لك السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم سامحنا ابو عبد الله كيفك؟ الحمد لله. الله يا اخي يا ايش تعال تتزوج ولا فعلك شيء يا اخي؟ حي الله زيري الخط سطرت ثم لا بنجي حي الله القطر جزائر. انا بحترم نفسي. بارك الله فيكم والله اخوه حافظوا على بلدانكم. شوفوا الحرام لا نرضى بالحرام لكن لا تكونوا كما فعلنا نحن في الجزائر وفي ليبيا. والله هذه الخروج اصبروا احسن لكم. الحمد لله. افغان والله رسمي يا اخي. يا الله ميك ايزي والله كون السيفل وور هذه سنة اللي كانت هنري هي قالت نحن نريد أن نفتح في السعودية. Go back to your bloody country. You speak Arabic, yeah. Only Arabic. No. Here is country. There is England. Here is Arab. صحاوي شويه صار بين ايران يعني. الحمد لله والله. شوف نحب الخير لكل الدول الإسلامية والكافرة نحب الخير فهمت؟ فالإنسان هذا حاله. النبي عليه الصلاة والسلام ضربوه ظلموه قتلوا أصحابه فعندما دخل إلى مكة قال امشوا مسموح لكم فهمت؟ الحمد لله أخي والله نحب الخير للناس. الإنسان عاقل لا يدمر بلد لأجل بيت بناء هنا في المكان. لكن اصبر يا أخي. إنسان يصبر ويتقي الله سبحانه وتعالى والله ينصر الصابرين. بارك الله فيك. نعم الإسلام لا يؤيد الظلم لكن بعض الأحيان ربما تصبر على الظلم ليس تأييدا له لكن للمصلحة العامة. There's always, the other people we have, they always criticize them. There's only two tribes. I always tell people. ليش أفغان الصراحة شيء؟ يقول لك أنا شمس يا شمس يلا حي شمس والله انا جاي من السعوديه عشانك. حياك الله. اقسم رب الكعبه جاي السعوديه عشانك. اسلم عليك. بارك الله والله وانا والله يشد بيدي بيدك. بارك الله فيك. على دعوة الخير على توحيد الامه. الحمد لله. هذا الناس اللي نبيهم مثلك الله. بارك الله فيك اخي جزاك الله. من السعوديه انت؟ نعم من السعوديه من الرياض. حياك الله ما شاء الله. معك نواف القحطاني طال عمرك. نور القحطاني حي الله القحطان. بارك الله فيك ما شاء الله. الرياض ما شاء الله عندكم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والمفتي حفظه الله. عبد الرزاق البدر ما شاء الله. بارك الله فيكم. في علماء هناك ما شاء الله يعلمون الدين ما شاء الله. والله مش ما شاء الله يا اخي. اهلنا هم. والله نعمه في السعوديه ما شاء الله. كل شوف حبيبي انا الذي اقوله ابين لك نقطه والله الذي لا اله غيره. اعداء الاسلام ياتوا عندي قل لي اذا انتم عندكم ايش قال لك ايش قلت؟ بقول لك اولاد عمنا القحاطين. انا خالدي يا خالد. والله هو نعم. ما شاء الله ما شاء الله. شوف حبيبي الكفار ياتون انا خالدي ترى من بني خالد. خالد لكن تركتنا يا اخي ذهبت الى هم ذهبت الى طول بلاد. هم عندهم يعني بالنص صاير هنا وهنا. اسمع حبيبي انا عندما اتكلم عن الكفار انا افعل دعوه تقريبا 15 سنه ياتوا بالشبهه لو كان الاسلام في خير لماذا المسلمون يموتون في البحار لكي ياتوا الى اوروبا؟ تعرف كيف ارد عليهم؟ قل لا اذهب الى الخليج الان الاوروبيين الغربيين يفتخرون بالخليج في امن وايمان. ما تسمع خليجي مات في البحر او اسمع لي خليني اكمل. بارك الله فيك. الانسان يكون عدل. انا جزائري لكن الانسان يكون عدل. نحن نتمنى كل البلدان الاسلاميه تكون كالخليج فيها الامن والايمان. ما شاء الله مستقره بلدانهم. فالانسان لماذا يريد يهيجهم للخروج يدمرون بلدهم؟
الآن أركان الصلاة. ما يخرجون. أركان الصلاة ما الآن. يخرجون يا صاحبي، احنا ما نطالب بخروج الدول الإسلامية، لكن هذه الطريقة بدأت. لا 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 تفضل. احنا بس نريد من الحكام نفسهم يعني يتقوا الله في هاي الأمة. آمين، أنا وافقك. بس يتقوا الله في هاي الأمة 100%، ويقيمون شرع الله. تمام. 100% أخي. ما نطلب شيء ثاني يا أخوي. هذا لا أختلف فيه. هو من يتق الله الحاكم لا تخاف، راح يعدل نفسه يعني. نعم. هو هذا اللي احنا لكن تعرف ايش اقول لك؟ تعرف ايش اقول لك حبيبي؟ ايش يقول لك؟ اسمع، احنا ما عندنا قدرة رب تعرف ابن القيم ايش قال؟ حبيبي تعرف ابن القيم ايش قال؟ ابن القيم قال رحمه الله رحمه تعالى: الناس مرآة ذنوب الناس، الحاكم مرآة ذنوب الناس. أي بمعنى الله يسلط علينا الحكام لأجل ذنوبنا، فالله يجسم لك ذنوبك في حاكم. وهذا الذي صار. جاء إلى اسمع حبيبي، اسمع جاء رجل إلى علي بن أبي طالب. طيب. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب قال له: يا أمير المؤمنين، لماذا في وقت أبي بكر وعمر وعثمان وعمر ما كان في فتن ولم يخرجوا عليهم، وفي وقتك في الخروج والفتن والقلاقل؟ قال: أن في وقت أبي بكر وعمر المحكومين مثلي ومثل عبد الله بن الزبير ومثل الزبير بن العوام ومثل عثمان بن عفان، أما في وقتي مثلك ومثل أمثالك. شوف كيف الرد بالحكمة. الله أكبر. تعرف صوتي ما شاء والله ما هو كويس. واحد قال له اتق الله يا عمر، صار يبكي عمر يا شيخ. ما فويس كون. قول له حبيبي خير، بارك الله فيك. والله ما فويس كوني لا. يا اخوي من بلد مين؟ من المغرب. مين؟ جيت من العريش وجده. العريش وجده، انا جدتي من وجده. الله يرحمها ام خديجه، الله يرحمها، جدتي من وجده. الله يعزك حبيبي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. اتق الله وجها لوجه. ايش اللي يصير؟ يقول لك النصيحة في العلنية فضيحه. نعم، لا قد تسبب يعني مساوئها أكثر من منافعها في العلنية، كمنصب كحاكم. السلام عليكم اخوي. خويا السلام عليكم. بلا ما تهضر ما تخسرش الحرف الجاي. واحد صاحبي قبيلي صورة لحظة. فخليه بارك الله فيك. عليكم السلام خويا، كيف العلامات؟ انت مين؟ من باغي. من باري؟ من باغي في الاصل مغربي انا. مغربي ما شاء الله. من الجزائر؟ قبيلي. باهي خير الناس ما شاء الله. انا من ورن ما شاء الله. ما شاء الله. الله يعزكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نصحته عادي بالداخل مو علني. السلام عليكم. How are you brother? Good. Where you from? Are you there brother? Yeah, he's my friend. والله صوتي راح يا اخي، العرب جنانوني يا اخي. ايوه شرف فيك. اعطيني الهاتف تاعك، اخرج اركان الصلاة، تعلمها احفظها. لا بعرفها يا صاحبي. ما تعرفها انت؟ تكبيرة الإحرام وإحسان الوضوء. لا لا، احسن الوضوء ليست منها. احسن الوضوء شرط. ما هي شرط من شروط لا لا، الشرط في الشرط خارج الصلاة، اركان الصلاة داخل. طيب تكبيرة الإحرام صحيح. قبل تكبيرة الإحرام الوقوف، النية تكون ركن أو شرط تدخل فيها. نعم كذلك. والاستقبال القبلة هذا شرط شرط استقبال القبلة شرط. كيف يعني؟ أنا واجب القبلة لأنه خارج الصلاة. لأنه واجب. شرط تكبيرة الإحرام. طيب الركوع. طيب الرجوع من الركوع، السجود على 7 أعضاء بين السجدتين. طيب الطمأنينة في الصلاة. طيب الترتيب. طيب التسليم، الصلاة على النبي، والشهادة الأخيرة. 14 هي. احنا نسويها بكل صلاة. لكن ما في مشكل. إذا ضيعت الركن، إذا نسيت الركن كيف تفعل؟ سجود السهو يا صاحبي. لا هذا لا، تأتي بها وسجود السهو. أما إذا ضيعت الواجب تأتي بسجود السهو ويكفي. مثال ذلك أنا الآن أصلي في صلاة الظهر، فعندما أردت أن أنتهي من صلاة الظهر تذكرت أني صليت 3 ركعات، فماذا أفعل؟ لا 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 لا، واحدة حبيبي، خليني أكلمك، خليني وينك. تقف، تكبر، تأتي بالركعة كلها، ثم عندما تشاهد، فعندما قبل أن تنتهي تأتي بسجود السهوين. أما إذا لم تشاهد الشهادة الأولى وتصلي 4 ركعات فتفكرت، فتأتي بسجود السهو، وهذا يكفي. بارك الله فيكم. وهذا الذي سوف يسألون عنه الله، ليس ابن سلمان ولا تبون ولا محمد السادس. الله يهدينا ويهديهم ويوفقنا ويوفقهم. بارك الله فيك. ويهديك. آمين آمين آمين. بارك الله. سؤال بس. تفضل حبيبي. يكون سجود السهو قبل تعرف التسليم. دخت شوية، أنا دخت شوية. تعال هنا تعال.